وحوي يا وحوي ايوحة، وكمان وحوي ايوحة. اللي حافظ بقى بقية الأغنية اللي أنا كنت حافظاها لحد كده. بس احنا ما بنحسش بفرحة رمضان إيه إلا بالأغنية دي. عايزين نعرف ايه الأغنية دي، وايه معنى كلمة وحوي، وايه ايوحة دي، وايه اللي دخل الفوانيس في مصر عندنا. مش هتلاقوا الموضوع ده إلا عند دينا. وكل سنة وانتم طيبين، وخليكم معايا لآخر الفيديو. تعرفوا ان اول بلد عربية دخلت الفوانيس مين؟ طبعا مفيش غيرها، هي مصر. هي اول بلد عربية دخلت الفوانيس في مصر. طب ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دينا؟ ما تقول لنا اصل الحكاية. يرجع اصل الحكاية ان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي اول ما دخل مصر دخل يوم 5 رمضان. ركزوا معايا، 5 رمضان. وكان ايه؟ كان جاي يدخل مصر بالليل. طبعا الدنيا ايام زمان ما كانش فيه كهرباء طبعا. فطبعا المصريين عايزين يستقبلوا الخليفة، هيستقبلوه ازاي؟ فبدأوا يمسكوا فوانيس زي كده. بس فوانيس ما كانتش شكل كده، كان فيها شمع. وكانت ساعتها الفانوس كان شكله نحاسي كده. بس هبقى اوريكم بعدين بقى اللي هي الفوانيس النحاس اللي بيعور ده يعني. المهم، فطبعا المصريين كانوا بيستقبلوا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وكان هو كان جاي من ناحية الغرب، فراحوا ناحية الجيزة. والجيزة ساعتها كانت صحراء، فكانت الجيزة كلها منورة بالفوانيس باستقبال المعز الدين الله الفاطمي. ومن ساعتها الفوانيس انتشرت من يوم 5 رمضان بدخول المعز الدين الله الفاطمي لآخر رمضان، وانتشرت في مصر وكمان في البلاد العربية لحد يومنا هذا. رواية تانية بتقولك لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع يرجع للحاكم بأمر الله اللي هو كان صعب جدا. تقريبا أنا حكيت لكم الحاكم بأمر الله ده كان حاكم صعب جدا يعني. وكان لدرجة ان هو صعب، كان بيمنع الستات ان هي تنزل الشوارع الا في شهر رمضان. ليهم الحق ان هم يروحوا يصلوا التراويح ويروحوا يزوروا الناس اللي عايزين يزوروهم بقى، بس بشرط يمشوا. طبعا الدنيا كانت ضلمه وما كانش فيه كهرباء، هيمشوا يعني اتكعبلوا في الشوارع. فكانوا بياخدوا معاهم غلمان، عيال صغيره كده، يمسكوا لهم الفوانيس عشان ينوروا لهم الطريق، ويدوا كده علامه للرجاله وسعوا عشان في ستات جايه يعني في الطريق. اما كلمه وحوي يا وحوي وايوحه بترجع بقى، مش هتصدقوا، ترجع لايام الفراعنه. ايوه، ايوحه دي ووحوي دي كلمات فرعونيه. بس ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دينا؟ دي اغنيه يعني رمضان هتجيبيها للفراعنه اللي كان بيعبدوا الشمس والقمر؟ ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ والله هقول لكم القصه يعني وسرها. ايوحه دي اصلها للملكه اياح حطب. فاهمين؟ اياح حطب. اياح حطب دي كانت متجوزه ملك كان كويس، وكان على ايامهم الهكسوس كان ساعتها في مصر. ما كانش حد قادر على الهكسوس، بس هي الست كانت اللي قادره، اللي عارفين الاغنيه اللي قادره على التحدي. فراحت قالت لجوزها تروح تحارب، يروح يحارب يعني الهكسوس وتخرج لنا للهكسوس. فطبعا الراجل لا حول ولا قوه خرج وطرد الهكسوس. مش طرد الهكسوس طبعا، الهكسوس قضى عليه وقتلوه. تسكت؟ لا ما تسكتش. قالت لابنها الكبير بقول لك ايه، انا مش عايزه الهكسوس، هدين حيلي وخرجهم. فطبعا فطبعا هي بقى ايه، ابنها الكبير راح يحارب الهكسوس، بس لا حول ولا قوة الا بالله. توكل على الله برضه واتقتل في معركته بينه وبين الهكسوس. تسكت؟ لا ما تسكتش. راحت للبطل اللي هو بقى مين؟ احمس. بس محدش يفهم غلط، اسمه احمس والله. احمس ده كان بطل، وهو اللي خرج وجري كمان، خليته يجري ورا الهكسوس لحد ما خرجهم بره مصر. طبعا المصريين طبعا شافوها ان هي ست طبعا بتضحي عشان خاطر مصلحه بجوزها وابنها الكبير، وابنها التالت كان الحمد لله ربنا سترها وكان هيموت. فطبعا قالوا لا احنا لازم نكرم الست دي ونغني لها، نقول واح واح اياح، واح واح يعني عاش عاش اياح، اللي هي اياح حطب اللي انا بحكي لكم عليها دي. كلمة وحوي يا وحوي. طب ايه وحوي يا وحوي؟ وحوي، كلمة وحوي دي معناها القمر. وان زمان الفراعنة كانوا كل شهر يحتفلوا بطلوع القمر، فمسميين وحوي باللغة الفرعونية يعني القمر. فاحنا خدنا الكلمة دي منهم، يعني ان احنا بنحتفل بهلال رمضان. يا حلو رمضان كريم يا حلو، فك الكيس وادينا بقشيش لا تروح ما تجيش يا حلو. خليكم معايا بقى عشان نشوف مين عم حلو ده.
رجع كلمة حلوا دي إن هي لغة قبطية، يعني كان في القبلي وفي البحري. معنى حلوا دي هي أصلها حللوا أو اسمها خللوا. طب إيه معنى الكلمة دي؟ معناها الشيوخ يعني أو كبار السن. فكان زمان الأطفال كان بيقفوا على البيوت زمان، كان في فرحة رمضان يقولوا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، فك الكيس يا شيخ يا شيخ، فك الكيس وادينا بقشيش، لا تروح ما تجيش يا حلو يا شيخ يعني. فكانوا بيقفوا هنا طالبين يعني وبيغنوا للناس الكبيرة عشان يدولهم فلوس على أساس إن هي هدية رمضان. بس كده.